الناس اللي زعلانه من الناس اللي بتترحم على موت حسني مبارك وبتقول امال مين اللي نزل ضد. انا واحد ما نزلتش ضد، انا واحد ما ايدتش ثوره عشان يمشي، انا واحد عشت في عصره اجمل ايام حياتي، انا واحد عشت في وقته حسيت بالامان والانتماء، انا واحد في عهده اتعلمت مجانا، انا واحد في عهده كنت بسافر واروح واجي بكل امان، انا واحد في عهده ما كنتش بمشي وانا خايف، انا واحد في عهده حسيت بحلاوه رمضان وطقوسه اللي كنا بنستناها، انا واحد في عهده كنت بروح اصلي التراويح وامشي في الشارع وانا سامع صوت التراويح والقران مال الشوارع، انا واحد في عهده كنا بنحس بفرحه العيد ولبس العيد، انا واحد في عهده العيديه كانت 10 جنيه وكنا بنعمل بيها حاجات كتير، انا واحد في عهده كنا بنعرف نضحك وننبسط ونسافر ونروح رحلات، انا واحد في عهده كان قلبي بيرتجف لما كنت بسمع نشيد بلادي بلادي في الطابور، انا واحد في عهده كنت بحس يعني ايه مدرسه ويعني ايه مدرس ويعني ايه نجاح، انا واحد في عهده كنت بستنى خطابات، انا واحد في عهده كنت بحس بقيمه بلدي وانتمائي ليها وبحب كل شارع من شوارعها، انا واحد اترحمت على مرسي وانا مش اخواني، انا بني ادم بترحم على بني ادم مش فاكر له غير كل حاجه كويسه، مفيش شماتة في الموت، مفيش حد يقدر يحاكم حد او يحاسب حد جنه او نار، مش بتاعتي ولا بتاعتك، دي بتاعت مالك المول، مين فينا ضامن يدخل جنه او نار؟ مستغرب جدا حد مات وقاعدين نعد له كوارث وحوادث وهو خلاص بين ايدين الرحمن، ونسينا ان كلنا عملنا اصلا ما يدخلناش الجنه الا برحمه ربنا، لا حول ولا قوه الا بالله. ايها الشامتون في وفاه مبارك رئيس مصر، انتوا شمتانين في ايه بالظبط؟ مات صغير مثلا؟ مات مقهور؟ مات من الظلم؟ ربنا مد في عمره لغايه لما الناس كلها بقت بتحلف بيه، الراجل مات 92 سنه، منهم 90 سنه بصحته، منهم 30 سنه كان اهم واحد في المنطقه العربيه والشرق الاوسط ورئيس مصر، عرق واهم دوله عربيه، وقبلهم 20 سنه نجاحات متتاليه، حرب كسبانه، ترقيات واوسمه، وقبلهم كان طيار في قمه وسامه، ومتجوز واحده مامتها انجليزيه ومخلف ولادي يفرح، ما هربش وقال انا متمسك بوطني لاخر يوم في عمري، جنحها وساب الحكم ومسكها للجيش عشان يامن البلد، دخل السجن هو واولاده والتزموا بالقوانين في منتهى الادب، اندهروا القاضي في المحكمه محمد حسني مبارك ورد عليه بمنتهى القوه والاحترام، افندي ولاده ما هربوش وسابوا البلد، كل ما يخرجوا من السجن يدخلوهم تاني وهم صامدين ما ينطقوش بكلمه علشان محترمين البلد اللي هم عايشين فيه، دلوقتي اول الناس ما تشوفهم بيتلموا عليهم ويتصوروا معاهم، ومفيش حد تطاول عليهم او شتمهم، مبارك معمول له جنازه عسكريه فخمه، والوفد الدبلوماسي جاي له من كل بلاد العالم، مقفول له شوارع وطرق من الصبح، والدوله والرئاسه كرمته وعملت حداد 3 ايام، بعد ده كله نفسي اللي بيشمت ده بيشمت في ايه بقى مش واخد بالك، الف رحمه ونور على روحك الطيبه الطاهره يا بطل، الف رحمه ونور عليك يا رئيس مصر.